مين فينا مش بيكون نفسه في حتة سينابون غرقانة في الصوص وكلها مكسرات، طعمها لذيذ جدا جدا، معمولة على الطريقة الأصلية. والأهم من كل ده إن هي تكون معمولة في مكان بيدعم إخواتنا الفلسطينيين ومعاهم مش عليهم. الحقيقة إن أنا لقيت المكان ده ومبسوطة بيه جدا جدا، لأنه مش بس بيدعم القضية الفلسطينية، ومش بس الطعم فيه خرافي، كمان الأسعار مش طبيعية. يعني القطعة اللي قدامكم دي بكل اللي عليها ده، وده مش سبيشيال ولا عشان أي حاجة، ب65 جنيه بس. تخيلين؟ هوريكم الشكل النهائي دلوقتي، والطعم في حتة تانية. أنا بتكلم النهاردة عن سينامون فاكتوري. سينامون فاكتوري ليه أكتر من فرع، والحقيقة إن هو كان اكتشاف بالنسبة ليا. طعم خرافي، القهوة عنده لطيفة جدا، الكمية وفيرة، تاكل لما تشبع، وزي ما قلت لكم معلق يافطة لدعم القضية الفلسطينية، وكمان النظافة في حتة تانية. كل حاجة بتحصل قصاد عينك. طلبت منهم اني اصورهم وهم بيخبزوا عادي خالص، لان وانت قاعد بتاكل بيكون الخبز قصاد عينيك زي السينابون بالظبط. لكن الفرق ان دي ماركة مصرية، كل اللي شغالين فيها مصريين، والعائد كمان بيروح لراس مال مصري. فالحقيقة ان هي حققت المعادلة المستحيلة اللي بجد يعني مش عارفة اقول لكم ايه. مش هقول لكم غير ان انتوا لازم تروحوا تجربوها، هتتبسطوا جدا جدا. واللي يروح يجرب بقى يقول لي علشان في التعليقات اذا كان فعلا عجبه ولا لا. عندهم صوص شوكولاتة، وعندهم صوص كراميل، وعندهم قهوة لطيفة جدا، وعندهم انا جربت الكراميل بصراحة كانت في حتة تانية. يعني انا بخش عندهم المحل بحال وبخرج بحال تاني خالص. مش عارفه اقول لكم ايه. روحوا روحوا هتتبسطوا بجد. باي باي.